إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم 1000 يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير، ومصرنا الحبيبة بخير وسلام وأمن وأمان. نصر أكتوبر العظيم حقا هو نصر بمعنى الكلمة، انتظره المصريون سنوات، وقد تحقق بفضل الله أولا، وبفضل روح المعنوية والتدريب الجاد والتمسك بالقيم الروحية التي ترجمتها صيحة النصر الله أكبر، فكانت إذانا ببدء النصر. لم يتحقق نصر أكتوبر بالأسلحة والذخيرة وحدهما، وإنما كان لاستلاح العقل والعلم دور كبير في هذا النصر، فبهما تحطم خط بارليف الذي كان بوابة لهذا العبور العظيم. في هذه السهرة الخاصة التقينا بالعقل المصري الذي كان سبباً في تحطيم أقوى مانع ترابي في التاريخ العسكري الحديث، إنه اللواء أركان حرب مهندس باقي ذكي يوسف. سيادة اللواء أركان حرب مهندس باقي ذكي يوسف، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، ودايما مصر في تقدم وازدهار بيكم وكل شعب مصر إن شاء الله. في الذكرى 43 لنصر أكتوبر الحقيقة اخترت أن أحتفي مع أحد أبطال هذه الحرب المجيدة، هذا البطل الذي على الرغم من صغر سنه وقتها وحضوره الاجتماع وسط قادة كبار، إلا أنه أطلق الفكرة التي ردت لنا جميعا أرضنا وكرامتنا. فكرة بسيطة وسهلة، وربما كانت عبقريتها في بساطتها. فكرة أعتقد أنها كانت فكرة فارقة غيرت التاريخ المصري الحديث، بل وتاريخ المنطقة العربية بأكملها. قبل أن أتطرق لهذه النقطة الفارقة، اسمح لي أن أبدأ منذ بدايات ونشأة هذا البطل الكبير، اللواء أركان حرب مهندس باقي ذكي يوسف. أهلا بيكي وأهلا بكل الإذاعة بتاعت مصر ونشاطها، لأنها هي بتنشط الذاكرة تماما وكل الأمور فيها. أنا خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس، قسم ميكانيكا سيارات، سنة 1954. لما اتخرجت طبعا كمهندس صغير بيدور يشتغل فين، كذا كذا كذا. القوات المسلحة كانت طالبة، الري كان طالب كله، فأنا تقدمت للقوات المسلحة، والحمد لله كان لي شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة. اتعينت فيها في نهاية 54 واستمريت فيها في مختلف أنواع الوظائف والدرجات حتى 1984. وأنا في القوات المسلحة كنا بنمارس نشاط الصيانة والإصلاح العربيات وكله.
في أثناء خدمتي كان السد العالي ابتدى يشتغل، طلبوا كوادر فنية من القوات المسلحة عشان تساعد في تشغيل المعدات السوفيتية اللي جت بكثرة في السد العالي. فكان حظي كويس ان انا كنت من ضمن الفريق اللي راح من القوات المسلحة للسد العالي. رحت السد العالي، تعينت هناك مدير لجراج الشرق. جراج الشرق ده كان جراج كبير قوي تبع هيئة السد العالي، في حوالي 500 عربية قلاب دمبر كبيرة، 2000 عامل ومهندس، زائد 80 خبير سوفيتي. كنا بنشتغل 3 ورادي ل 24 ساعة. كان العمل في السد العالي منظم، وكانت النتائج بتعرض أول بأول. جت 5 يونيو اللي بنسميها أو سموها نكسة، وهي مش نكسة، ده كمين دولي اتعمل لمصر عشان يوقف مد العروبة بتاع الرئيس جمال عبد الناصر. اسمح لي سيادة اللواء، ربما قبل التسجيل وصفت نكسة 67 كما توصف وكما يتداولها الجميع بأنها لم تكن نكسة، وكما ذكرت منذ قليل سيادتك بأنه كان كمين دولي للإيقاع بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر. لكن الحقيقة حضرتك قلت لي معلومة أكثر خطورة، وهي أننا لم نحارب كي نهزم وكي تسمى نكسة. حقيقي الكلام ده. الرئيس جمال عبد الناصر كمصري عربي وطني كان ليه نشاط في تنمية هذا الاتجاه، وكان ليه مجاله الكبير المعروف في الجزائر، وبعدين كان ليه في اليمن نشاطات كبيرة، بحيث انه استطاع يعمل بصمة كبيرة في الشرق الأوسط بالكامل. الدول العظمى كانت عاملة مخططات وخطوط حمراء لا يجوز لأي حد انه يخترقها. هم شعروا ان الرئيس جمال عبد الناصر اخترق هذه الخطوط الحمراء، وخصوصا في اليمن بعد ما بعت القوات لليمن وقدر انه ينجح ثورة اليمن والحاجات. فابتدوا يتعاملوا مع منطق الغدر عشان خاطر يوقفوا هذا المد. فجم لإسرائيل وادوها إمكانيات عسكرية متنوعة ومتقدمة جدا. جم سينا كلها كانت متغطية بأجهزة تشويش، بحيث الاتصالات كانت تقريبا مش موجودة. مراكب في البحر كانت بتشع موجات وحاجات بحيث انها توقف اي اتصال. القوات الموجودة في سينا كان الاتصال بينها وبين بعضها تقريبا مقطوع. ودوا نور اخضر لاسرائيل انها بالمعدات والامكانيات العسكرية اللي هم ادوها لها انها تقوم بعملية عسكرية مخططة ليها في سينا وفي الجولان وبكل المناطق اللي هم خططوا لها. وفعلا نجحت إسرائيل بمساعدة المعدات العسكرية اللي خدتها، وبمساعدة التشويش اللي كان موجود من القطع البحرية والطيران الموجود، إنها تعمل عمليتها في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، عندنا وسوريا وفلسطين وكله. طبعا جمال عبد الناصر فهم تماما الموقف وراح تنحى، قال أنا مش هضيع البلد، هم بيحاربوني أنا ماشي. فالشعب صار وعمل المنظر اللي تسجله التاريخ كله. لما الشعب قام وقال لا لازم تقعد ولازم هو غير فكره، قال حاضر. والدول الأجنبية شعرت بصلابة هذا الشعب، فخد على عاتقه وطلع الشعار بتاعه ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا بالقوة. فابتدى أنه يعيد بناء القوات المسلحة من تحت الصفر وليس من الصفر. ابتدى التدريب شاق جدا، والتخطيط كان إلى أدق التفاصيل، بحيث أن الفترة من 5 يونيو وحتى 6 أكتوبر كانت فترة تدريب شاقة جدا 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 جدا. مهما وصفتها لك مش هتتصوري حجم الجهد والإصرار والعزيمة اللي كانت موجودة في القوات المسلحة.
من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا من جراحنا يكتبوا دم الضحايا. وانتصرنا انتصرنا 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 يوم ما هب الجيش وصار، يوم ما أشعلناها ثورة نور ونار. انتصرنا يوم ما هب الجيش وصار، يوم ما أشعلناها ثورة نور ونار. يوم ما أخرجنا الفساد، يوم ما حررنا البلاد، يوم ما حققنا الجلاء. انتصرنا انتصرنا انتصرنا. كما أن إسرائيل دخلت سيناء غدرا وفي حين غرة من الجيش المصري وعلى غفلة من الجيش المصري وقتها، فإن الانتصار أيضا تحقق منذ حرب الاستنزاف وليس حرب أكتوبر 73. حقيقي طول فترة حرب الاستنزاف كان الجهد والتدريب شاق جدا. مفيش نقطة ما كانش تدرس وتتعمل وتتفحص وتتحط لها 100 سبب وسبب و100 حل وحل، بحيث ان احنا طول الفترة بتاعة الاستنزاف تدريب وتسليح وتأمين وكل الإمكانيات. وقت حرب الاستنزاف حضرتك أيضا كنت في الجيش الثاني الميداني؟ شوفي حضرتك، أنا كنت من 5 يونيو في رئيس فرع مركبات الفرقة 19 مشاة، ودي كانت موجودة على الضفة الغربية للقناة تماما. في أثناء حرب 73 أنا تعينت رئيس فرع مركبات الجيش الثالث كله، وكان تقريبا يعني خارج دوري، ولكن يعني لما تعينت مدير المركبات قال لي هذه احنا يا باقي هنحارب. فالكلمة دي بالذات خلتني أرجع تاني الجيش كرئيس فرع مركبات الجيش ده. كنت برتبة العقيد وبعدين اترقيت عميد في الجيش الثاني. في هذه المرحلة حضرتك بدورك وبهذا المنصب كنت بتتفقد أحوال المركبات وما يحتاج إلى تصليح وما يحتاج إلى صيانة. هل كنت تستشعر في هذه المرحلة وقبل الاستعداد لهذه الحرب الغير معلوم موعدها ومتى ستنطلق بأن المعدات الموجودة اللي حضرتك بتشرف عليها تسعف وتساعد على قيام حرب إن وجدت؟ شوف حضرتك، هبتدي من بداية وأنا في الفرقة. أنا اشتغلت في الفرقة دي رئيس فرع مركبات الفرقة في مايو 69، وأنا في الفرقة رئيس فرع المركبات. قائد الفرقة اللواء أركان حرب سعد زغلول عبد الكريم جمع قيادة الفرقة في نهاية مايو 69. ادانا مهمة، قال الفرقة جات لها مهمة انها هتقتحم، هتعبر القنال وتخترق خط بارليف وتاخد اوضاع ليها شرق خط بارليف والتقدم وكذا. ادى المهمة بحيث الفرقة تجهز نفسها لهذه المهمة، وكان تمام الاستعداد نهاية اكتوبر سنة 69. قال المهمة فرؤساء التخصصين في قيادة الفرقة واحنا قاعدين لاستطلاع العمليات، المهندسين كل في تخصصه قال الاستطلاع، شرح العدو قدامنا، التسليح بتاعه ايه، مواقفه ايه. بتاع العمليات كان اللي هو طلعت مسلم اللي هو الخبير الاستراتيجي حاليا، شرح احنا هنعمل ايه، هنهجم في نسقين في كذا في كذا كذا وهنعمل كذا ونعمل كذا وكذا وكذا. بتاع المهندسين وقف وشرح الساتر الترابي بتفصيلات دقيقة جدا، وشرح كل الكلام ده كله. وبعدين شرح حاجة مهمة قوي، ازاي هنخترق، ازاي هنفتح الثغرات. العلم العسكري في خبرات قتال ليه
خط ماجينو فرنسا، خط مش كذا. ازاي هيتعمل؟ ازاي هنخترق الساتر الترابي؟ ازاي هذا الساتر المنيع من بورسعيد للسويس ومليان أسلحة ومعدات وأسلاك شيكة وكل الحاجات دي. قبل أن يشرح القائد لحضراتكم كيف سيتم اختراق هذا الساتر الترابي، كيف كان شعوركم وأنتم على الضفة المقابلة للقناة وأنتم تروا كل يوم العدو الإسرائيلي وهو يبني في هذا الخط وكأنه حق من حقوقه على هذه الأراضي المصرية، وكأنه يعلن صراحة بأنه من هنا الخط الفاصل بين مصر وإسرائيل، وأن سيناء أصبحت للعدو الإسرائيلي؟ كيف كان شعوركم يا فندم وقتها؟ حضرتك، هو إسرائيل في عقيدتها لهذا الخط إنه هيفصل سيناء والضفة الشرقية للقناة تماما عن مصر، وأيضا ليردع أي أمل لينا في استعادتها وتركها. وكنت وأنا بمر على التشكيلات أبص الناحية الشرقية للقناة، أشوف العدو بيبني في الساتر الترابي، أشوف الإمكانيات اللي بيعملها، أشوف إزاي بيعلي الساتر الترابي، المعدات اللي كانت بتيجي نقط قوية، مصاطب دبابات، أسلاك شيكة، وإزاي بيقربوه، إزاي بيميلوه. وابتدى يعمل من الساتر الترابي من بورسعيد للسويس عبارة عن قلعة حط فيها معدات خط برلين. ابتدوا يجهزوا القناة نفسها بالنابالم وكل الحاجات دي كلها، بحيث يخلوا الساتر الترابي وخط برلين جحيم لا يمكن اختراقه بأي شكل من الأشكال. كان بيعمل ده كله عشان الردع، عشان ما حدش يفكر يخش سينا. تصوري لما جت المهمة واحنا قاعدين وخدنا المهمة وهنعبر وكذا، ما كانش في مخنا حاجة غير الشهادة أو النصر، هنحارب وهنخلص ما فيش مشكلة. كل التوقيت ده كله كان عبارة عن تحليل ودراسة وحل المشكلات. كانت المشكلة الساتر الترابي، ازاي هنفتح الثغرات. وبالتأكيد سمعنا جميعا ومنذ الصغر عن خط بارليف، والذي وصف بأنه أقوى خط تحصين دفاعي في التاريخ العسكري الحديث بأكمله. يبدأ من قناة السويس كما حضرتك ذكرت، وحتى عمق 12 كيلومتر داخل شبه جزيرة سيناء. لكن السؤال للمستمع الذي لم يرى على أرض الواقع هذا الخط الحصين الذي نذكره بهذه القوة، ما هو خط بارليف؟ لماذا وصف بأنه أقوى خط تحصين في التاريخ العسكري الحديث؟ شوفي حضرتك، خط بارليف كان عبارة عن قلعة متكاملة التسليح من بورسعيد للسويس. كوصف مختصر ليه، عبارة عن 80 درجة على القناة بارتفاع 20 متر، يعني 7 أدوار، بعرض من 8 ل 12 متر، يعني 4 أدوار، من بورسعيد للسويس. سور كامل جواه نقوا أماكن لنقط قوية، تحصينات، وحواليها حقول ألغام، وحواليها أسلاك شيكة، ومرتبطة بالنقطة الثانية اللي جنبيها بألغام مفرقعات، بكل الحاجات دي كلها، بحيث إنه هو نقط تسليح متكاملة ومتشابكة من بورسعيد للسويس، زائد مصاطب دبابات، زائد كل ما تتصوري في التسليح المتقدم والمتنوع موجود على هذه الأرض. واحنا قاعدين في الاجتماع، لما سمير خزام ابتدى يتكلم، شرح بالمفرقعات، بالمدفعية، بتوربيدات البنجلور، بالأنابل الطيارات، بالصواريخ بتاعت الكلية الفنية، بكل ده. النتائج كانت ما تساعدش قوي على الاختراق الكامل لينا وكل ده. ليه؟ لأن 12 ساعة ل 15 ساعة دي أقل زمن لفتح ثغرة. وبعدين العسكري لما هيطلع هيستنى لما تجيب له المعدات التقيلة من مدفعية من دبابات، كل هذا الوقت، زائد التعامل مع الجنود بتوعنا لغاية لما تيجي مدفعيات بالنقط القوية بتاعتهم اللي موجودة بالتسليح بتاعهم. كان عبارة عن عملية انتحار كامل. أنا كرئيس فرع مركبات سمعت الكلام ده كله. أنا اللي هشيل المفرقعات، أنا اللي هشيل دانة المدافع، أنا اللي هشيل كذا، لأن المركبات هي اللي بتشيل. فرفعت إيدي عشان أتكلم، وقائد الفرقة قال لي إيه يا باقي، أنت هتتكلم في الآخر، أنت هتشيل الهم ده كله.
قلت له لا أنا عايز أتكلم في اللي سمعته. فمقدم طلعت مسلم كم تلا، قال طب ما نسمع المقدم بقى، كلنا كنا مقدمين. قال لي طب قول يا بقى قول. أنا عشان أقول رحت ابتديت ألخص اللي سمعته، بتاع الاستطلاع قال كذا، بتاع العمليات قال كذا مختصر، بتاع المهندسين قال كذا وكذا، وبعدين جه قال القدرات اللي ممكن الاستخدام فيها منحصرة في مفرقعات، في ألغام، في أنابل طيارات، في مدفعية مكثفة، في صواريخ، وكله. طيب ما في قوة تانية موجودة غير دول، المية. ما هي المية تحت اهي، طرمبات مصة كابسة تثبت على زوار خفيفة في القنال، تسحب المية وتضخها بقوة اندفاع هائلة من خلال مدافع المية اللي هي البشابير على الساتر الترابي اللي هم قربوه قوي على الحافة الشرقية القنال، وبعدين ميلوه وجابوه 80 درجة عشان يبقى عائق بالنسبة للبدائل الأخرى، وبعدين علوه عشان يبقى عائق زيادة. أنا كل اللي هم بيعملوا فيه يساعدني في الفكرة دي، قوة اندفاع كبيرة على النقط اللي أنا عايز أفتح فيها ثغرة للساتر الترابي اللي موجود في حضني ده على الضفة الشرقية القنال تماما. المية هتحرك الرملة من مكانها، لما الرملة تتحرك من مكانها هتنزل بوزنها مع المية لقاع القنال بما عليها من ألغام، من أسلاك شيكة، من كله هينزل كأنه زلزال بيهد من طرمبات القوية اللي ما ثبتناها احنا على زوارق خفيفة بالبشابير بتاعتها. سيتم فتح الثغرة بعمق الساتر الترابي ايا كان هذا العمق. انا قلت الكلام ده ولقيت كل قيادة الفرقة سكوت، فلما لقيت الدنيا سكتت وكله ساكت حبيت احرك الكلام. قلت له على فكرة الكلام ده حصل في مصر، احنا السد العالي بنيناه بالطريقة دي. فقائد الفرقة قال لي اشرح لي كنتوا بتعملوا ايه في أسوان كده الكلام بقى. قلت له احنا كنا بناخد المية من النيل ونضخها على جبال الرملة اللي حوالين السد العالي، الرملة المناسبة للسد العالي، ونضخ المية على الجبل، فالمية تنزل الجبل في حوض خليطة بنعمله حوالين الجبل، وبعد كده الطرمبات تشفط الخليطة اللي في الحوض لغاية السد العالي. أما هنا أنا مش عايز كل ده، أنا بوظف قوة اندفاع المية على الساتر الترابي في الأماكن المحددة لفتح الثغرات فيه. المية هتحرك الرملة من مكانها بس، مع استمرار التدفق هقدر أفتح بعمق الساتر الترابي والعرض اللي أنا عايزه. قائد الفرقة لما سمع الكلام وسمع الكلام اللي قبله بتاع 20% خسائر وبتاع مش عارف 12 ساعة و15 ساعة وكل ده، وده في ايدينا نقلل الوقت، نزود الطرمبات، نعمل كذا، ابتدى يعي الفكر، وابتدى لان الفكر اللي قبل كده كان صعب وكان قبوله مر قوي وكان مشاكله كتيرة وضحايا كتير وثمنه غالي. فراح رفع السماعة وطلب قائد الجيش، كان اسمه طلعت حسن علي. كانت الساعة كام؟ 12:15 بالليل، احنا ابتدينا 9 بالليل 12. قال له يا فندم احنا بندرس المهمة بتاعتنا وانا عندي ضابط مهندس بيتكلم كلام يهمني تسمعه فورا. قال له يا سعد تعالوا الصبح، باقي الساعة 7 تكون عندي الصبح. انا حاضرك. الصبح الساعة 7 طلعت من قائد الفرقة لقائد الجيش، قال له ده مقدم مهندس بتاع المركبات. قال له بتاع المركبات هيتكلم في السد الترابي. قال طب هنجيب رئيس الفرع الهندسي. راح جايب رئيس الفرع الهندسي، اتفضل يا ابني. رحت قايل له ابتدت الكلام كذا. فقائد الفرقة قال لقائد الجيش انا يا فندم عايز الكلام ده يوصل لهيئة العمليات. قال له حاضر. فطلب هيئة العمليات. رد مين؟ لما ربنا يريد رد نائب رئيس هيئة العمليات اللواء ممدوح جاد تهامي، نائب رئيس هيئة العمليات اللي كان ماسك قيادة الفرقة 19 بتاعتنا قبل سعد زغلول. قال له يا ممدوح انا عندي سعد زغلول بيتكلموا في المهمة اللي بياخدوها، وفي ضابط مهندس من هناك بيتكلم كلام عايزينك تسمعه. قال له انا الفرقة دي بتاعتي. مين الضابط ده؟ انا عارفهم كلهم، انا خدمت فيها 3-4 سنين. ده قال له مقدم مهندس باقي ذكر. قال له لا الواد ده جد جدا ابعتهولي. ده ممدوح تهامي قائد الفرقة 19 قبل سعد زغلول، وكان ماسك وظيفة نائب رئيس هيئة العمليات. يا باقي خد العربية بتاع قائد الفرقة اللي انت جاي بيها
وروح ممدوح تهامي واحنا هنوصل قائد الفرقه. حاضر يا فندم. رحت راكب العربيه وطالع من قياده الجيش الى هيئه العمليات هنا. دخلت اليوم ممدوح، اهلا يا بقى ازيك، اهلا. ايه الحكايه؟ قلتهم له والله خبط ايده على المكتب بتاعه، كان عليه بنوره زي دي كان هيكسرها. يا ابني هي ما تجيش الا كده، هي ما تجيش الا كده، ايه تربيط البنجلور وايه مش عارف، هي ما تجيش الا كده. انا يعني زي ما تقولي ايه ارتحت جوايا. وراح طالب مين؟ رئيس هيئه العمليات كان اللي هو نوفل. قال له يا فندم انا عندي ولد من بتوع 19 بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، ويقول له القيادات بالترتيب بدأت تبلغ بعضها البعض. ده في اقل من 12 ساعه كان كله وصل. قال له يا فندم انا عندي ولد من بتوع 19 بيقول كذا، وده يا فندم انسب استغلال لطبيعه الارض، ميه قنال لهد اعتى الحصون فيها اللي هو اسمه خط برديف يا فندم، دي مش عارف كذا كذا. المهم كان بيدعم الفكره بحماس شديد لانه اقتنع بيها، زائد انه هو نائب رئيس حماته وبيدرس كل الكلام ده، والحلول الثانيه مش مريحه. سمع منه رئيس هيئه العمليات قال له ابعته لمدير المهندسين. قال لي يا بقى انا ابعتك لمدير المهندسين تروح له وترجع لي، سامع؟ قلت له حاضر يا فندم. رحت رايح لمدير المهندسين. دخلت، ايوه يا ابني ايه الحكايه؟ كان اسمه جمال محمد علي. قلتهم له، بص لي كده قال لا قول تاني يا ابني قول تاني. رحت قايلهم تاني، بص لي كده قال لي مين كان معاك من ضباط المهندسين في السد العالي؟ قلت له فلان وفلان وفلان، وكان في عقيد اسمه شريف مختار كان بيخدم في اداره المهندسين وقتها. بالتليفون يا شريف تعالى. ساب المكتب بتاعه وجه لمدير السلاح. اهلا يا باقي ازيك، سلم عليا، خدني بالحضن طبعا. قال له اسمع باقي بيقول ايه؟ قال لي ايه باقي؟ قلت له كذا كذا. قال له ايوه يا فندم، ده احنا كل رمله السد العالي شلناها كده. ايوه يا فندم ايوه. تربيط بنجلور ايه يا فندم اللي بنشتغل فيه؟ مفرقعات ايه يا فندم؟ ده احنا شلنا كل رمله السد العالي كده. المهم ايه؟ لما شريف تحمس للفكره وقال الكلام ده، مدير سلاح المهندسين تشعري ان هو ابتدى يرتاح للفكره. شعر بالارتياح. قال لي طيب يا ابني انت عارف هتعمل ايه دلوقتي؟ قلت له انا اليوم ممدوح قال لي ارجع. قال له ايوه. هو قال لي خليه يجيني تاني. رحت له ايه يا باقي؟ قلت له حصل كذا وكذا 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 وكذا. قال طب ممكن ترجع وحدتك؟ يلا. هو كان بيكتب كل ده. انا عشان ارجع وحدتي ما اكذبش عليك، انا كان قلقني حاجتين: فتحه البشبوري ما تبقاش كبيره تعمل سكتر، ما تبقاش ضيقه تخنق. فعايز اربط العلاقه بين القدره بتاعه الطرمبه مع فتحه البشبوري. رحت طالع على وزاره السد العالي في الدقي، ما اعرفش ولا في المهندسين حاجه زي كده، فاكر زمان كنت. رحت هناك قابلت الناس، احنا عندنا عارفين اننا جاي من السد العالي وعندنا حاجات وطنيه كلها بنقول للعساكر والضباط السد العالي وبتاع، عايزين ناخد شويه حاجات من اللي كان النشرات اللي بتطلع نوريها لهم في الاحتفالات، وعارفين ان انا جاي من السد العالي. قال لي خش المخزن خد اللي انت عايزه. دخلت المخزن، كل ما يتعلق بالتجريف خدته، زائد في 2 3 كانوا طرمبات موجوده وشكلها وبتاع، خدتهم. وبعدين سالت طيب الافلام اللي كانت موجوده فين؟ قال لي لما تيجي خد اللي انت عايزه يا باقي. ما كل ده تحركات فرديه خاصه بحضرتك، لانك شعرت بالموافقه على الفكره بانك من هنا تحملت المسؤوليه. أنا شعرت حاجه اهم، شعرت ان ما فيش حل الا دي. انا ما شعرتش ان دي فكرتي للامانه، وانا بتحرك ما شعرتش ان انا صاحب الفكره. انا شعرت ان ده البديل الاوحد، ما عدا ذلك انتحار. المهم ايه، رحت خدت الحاجات دي، رحت طالع على قياده الفرقه. كنت هناك تقريبا الساعه 7 7:15. دخلت على قائد الفرقه، اهلا يا باقي ايه عملت ايه؟ قلت له في هيئه العمليات كذا كذا كذا، في اداره المهندسين كذا 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 كله. وبعدين رحت وزاره السد العالي والعربيه مليانه لوح عشان التجريف تشوف حضرتك. انا عايز الون له الصوره، فانا عايز اخليه يبقى يعني عنده الدافع جوه لما يشوف الصور ويشوف الحاجات دي كلها، يعني زي ما انا كنت شايف هناك هو يشوف كده. قعدنا من 7:30 تقريبا لغايه الساعه 9 واشرح له في اللوح والتجريف والميه والرمله والمش عارف ايه، اللوح على الطبيعه. شاف طب يا بقى اعمل لي تقرير بس ما تكترش فيه الكلام، لان احنا بنعرض فكره في صوره مبدئيه، وبلاش الحاجات الهندسيه في الاول دي كده، دي كلها هتيجي مع بعدين في الدراسات. حاضر يا فندم. صدقيني قعدت اكتب للصبح
اكتب واقطع ورا، اكتب واقطع ورا، لان انا عايز اعمل حاجه تتماشى مع الموقف، لان هي فرضه نفسها. ازاي تبقى مكتوبه كذا، ازاي مش عارف ايه، كل الكلام ده. قعدت اكتب على 10 الصبح، تليفون منه: فين التقرير؟ قلت له: سيادتك ما قلتليش عايزه امتى؟ انا والله من وقتها وانا قاعد اكتب، ممكن اجي لسيادتك؟ قال لي: تعال. رحت له: لا حالق دقني واحنا ظباط ولا غاسل وشي، وجوايا قلق واضطراب. قال: ايه ده؟ قلت له: انا عارف ان انا معفر، بس والله ما سبت الورق، قاعد اشتغل واجيب، وانا تقريبا خلصت. ليه؟ لان انا عايز اشوف الهيد بتاع ترومبا كام، فتحه البشبوري كام، لازم تبقى متوافقه معاها. ما اجيبش بشبوري يبقى قافل، وما اجيبش ترومبا تبقى تقيله تتشال ازاي وتعمل ازاي، ما اجيبش حاجه تقتل الفكره. وهي دي اللي اتنفذت الكلام اللي انا كتبته. قال لي: تخلص امتى؟ قلت له: هكتب على الاقل الكتب، انا مش هغير، خلاص انا تقريبا وصلت للكونسبت اللي انا عايزه. قال لي: شوف يا ابني، الرئيس جمال عبد الناصر بيعمل لنا اجتماع كل اسبوع لرؤساء قادة التشكيلات واجهزه القياده العامه، اتحدد ميعاد الاجتماع يا باقي وانا هقول الفكره فيه. انا طبعا لو كان قال لي الكلام ده امبارح ما كنتش عرفت اكتب بصراحه. جمال عبد الناصر وانا حته مقدم صغير، قلت له: هو خالص يا فندم، خلاص انا هكتب. رحت لحسن: اكتب ايه؟ قال لي: مش هتغير؟ قلت له: لا لا خلاص يا حسن، هي كده اكتبه. كتبوا صفحه وتلت تقريبا او ونص، قولي كده. ورحت له بيه اراهم، شعرت وشه ارتاح. قال لي: اقعد يا ابني، اقعد، ورقه صغيره اكتب لي الفكره بس. قال لي: طب كويس يا ابني، كويس. مشيت في اقل من اسبوع 5 ايام راح ناديه: باقي؟ قلت له: ايه يا فندم؟ قال لي: فين التسويده بتاعت التقرير؟ قلت له: عندي. قال لي: هاتها. رحت جايبه له، مسكه، صدقيني حرقه في نص الملجأ. طبعا منظر غريب. قلت له: ليه يا فندم كده؟ قال لي: شوف يا ابني، احنا عرضنا على الرئيس جمال عبد الناصر في اجتماع، اهتم بيها جدا وقعد يناقش في تفصيلاتها، وادى تعليمات تستمر الدراسه والتجارب وتنفذ في حاله نجاحها. التجارب كانت بيتم فين يا فندم وفي أي نموذج من النماذج؟ إدارة المهندسين بقى مع هيئة البحوث مع هيئة العمليات، بناء على الاجتماع ده ابتدوا يعملوا التجارب والدراسات وكل ده. اتعمل أكتر من 300 تجربة. أول تجربة اتعملت في سبتمبر 69 في حلوان على ساتر ترابي عملوه، وجابوا ترومبا من السد العالي في حلوان. اتعمل البيان، فتحت في 3 ساعات ونص. بعد كده اتعملت تجارب بترومبات تربينية، مش بتاعت السد العالي، تربينية، أنواع مختلفة من الترومبات. كل مرة أثبتت نجاح يا فندم؟ كل مرة اتعملت في كل أنواع الأراضي، لأن احنا هنفتح من بورسعيد للسويس أراضي مختلفة. اتعملت على مختلف أنواع الأراضي. آخر تجربة بقى اتعملت في البلاح جوه القنال، واليهود جنبه، والأقمار الصناعية بتشوف، والدنيا كلها بتتفرج، بس محدش فهم بنعمل ايه. فتحت الثغرة في 3 ساعات ونص في يناير 72. شوفي كم سنة تجارب. وفي كل مرة لم يسعى العدو الإسرائيلي التحقق. ماذا يفعل المصريون؟ كان يرى ولا يبصر، لأن الفكرة كانت خارج الصندوق. هو لما عمل الساتر الترابي قربوا على القنال عشان تحميه، وهي كانت المعامل الرئيسي لهدمه. ربنا حب يوري العالم ده كله أنا موجود، أنا مش صاحب فكرة، أنا قلت الفكرة. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش اللي قال للرجال عدوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، رد اعتبارك خلى نهارك، رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار، احلى نهار. مع افتتاح أول ثغرة ومع بداية الدقائق الأولى
لحرب أكتوبر 73. كيف كان شعور حضرتك وخاصة عندما نالت هذه الفكرة استحسان القادة؟ شعرت باضطراب، فما بالنا وأنت تنفذ هذه الفكرة على أرض الواقع وقد حانت ساعة أنا الصبح؟ أولا صاحب فكرة مش بنفذ. ابتدينا الساعة 2، على الساعة 6 كان أول ثغرة مفتوحة 4 ساعات، على الساعة 10 بالليل كان مفتوح 60 ثغرة. أنا كنت على المية يوم 6 أكتوبر، وقائد الفرقة وسعد الشاذلي كله على المية، كلنا كنا موجودين على المية، وكنا شايفين فتح العبور ازاي وبيتم ازاي وكله ازاي، كل الحاجات دي كلها. يعني أنا هقول لك حاجة، أنا كانت رقبتي أطول من سار التلفزيون بتاعكم، صدقيني. أنا بقول أنا كنت شاعر إن أنا عسكري في أيام خوف وخفرع بيبني هرم. 80,000 عسكري عدوا من الفتحات. يعني إحنا الدراسات كانت بتقول عشان تعبري على القناة كان عايزة 85 ثغرة، طبعا فيهم احتياطي وفيهم اللي اتفتح على الساعة 10 بالليل 60 ثغرة، وكانوا يقضوا إنهم ينفذوا عمليات العبور بالكامل. ده مش كده كمان، قائد فرقة عند القرش شمال الإسماعيلية بيقول للقائد اللي هو المدرع بتاعه بعد ما عبر بك، قال له أنا عايزك تجيني لما تعبر في حتة فلانية. قال له يا فندم أنا عابر ليا 2 ساعة وراك. الثغرة اتفتحت بدري فعبرت. القرش كانت الثغرة في ساتر ترابي 20 متر، عدى لواء مدرع قبل ميعاده بساعتين. سيادة اللواء أركان حرب باقي زكي يوسف، ربما حضرتك ذكرت نقطة غاية في الأهمية بتحلني إلى سؤال، ألا وهو التجارب بدأت من سبتمبر عام 69 حتى يناير 72. 300 تجربة على الأقل شاهدها جميعا العدو بالأقمار الصناعية، ولم تكن بصيرته على دراية ماذا يفعل المصريون. ولكن الثغرة الأولى تم فتحها في الساعات 4 الأولى منذ انطلاق الحرب في الساعة 2 ظهرا. كل هذا ويشاهده العدو، ولكن هذه المرة كانت مصوبة نحو الساتر الترابي في محاولة لاقتحامه. ألم تكن فترة كافية 4-5 ساعات وهو يشاهد عبر الأقمار الصناعية بأنه يتم اقتحام الساتر الترابي الذي لا يقهر بوصفه، بأن يتحرك هو وقواته لملاقاة ومحاربة المصريين ولو كان بالطائرات؟ العدو بتاعنا كان عايز يعرف هجومنا الرئيسي فين. ما شعرش ان احنا بنفتح من بورسعيد للسويس في وقت واحد، فعشان يعمل الهجمة المضادة بتاعته اتأخر لأنه عايز يعرف موجودنا الرئيسي فين. لما اتأخر عشان يعرف موجودنا الرئيسي فين واحنا كنا موجودنا الرئيسي وكل الجبهة، ابتدى يعمل الهجمة بتاعته، عملها في توقيت غلط بعد ما احنا كنا فتحنا ودخلنا وحاصرنا النقط القوية، واللي سقط ومش كده كمان، وبعتنا مفارز قبلت مفارزه اللي جاي من الميليز والعريش وكل ده. والقوات الرئيسية بتاعتنا اللي عبرت نتيجة 3 ساعات بس و3 ساعات ونص، وفي ثغرات فتحت في 2 ساعات، عبرت وخدت أوضاعها في توقيت لم يحسب له العدو أي حساب. جمعنا كل قوتنا وسندنا عروتنا، جمعنا كل قوتنا وسندنا عروتنا، وسمينا وعدينا وإيد المولى ساعدتنا، وسمينا وعدينا وإيد المولى ساعدتنا، وسمينا وعدينا وشقينا طريق النصر وإيد المولى ساعدتنا، ورجعنا ابتسام النصر، وسمينا وعدينا وشقينا طريق النصر، وإيد المولى ساعدتنا، ورجعنا ابتسام النصر، وشقينا طريق النصر، ورجعنا ابتسام النصر، جمعنا كل قوتنا. سيادة اللواء أركان حرب باقي زكي يوسف، هل ما زالت الصورة المخيفة والمهابة التي أعطيت للجندي المصري أمام الجند الإسرائيلي هل ما زالت موجودة في أعين الجنود الإسرائيليين، أم أن الجيل اختلف لأنهم لم يروا حرب أكتوبر على أرض الواقع؟ شوفي، هم وولادهم وأحفادهم مش هيفكروا يعملها. أنا هقول لك لقطة صغيرة. أنا رئيس فرع مركبات الجيش، بمر وليه عربية وجونير بعد الحرب ماشية بيدوروا على اليهود، بيدوروا على بقايا وحاجات زي كده. كان فيها زميل لينا عقيد اسمه سمير زهران أظن، ومعاه 3 حكمات يهود.
بيدوروا على اشلاء وحاجات زي كده. فشافني سمير فنزل يسلم عليه. انا كنت عميد رئيس فرع مرفات الجيش، ما بلف. اهلا يا فندم ازيك. هم نزلوا ادبا يسلموا علي. عارفه حضرتك لو نزلت من بيتك في يوم تلج اسنانك بتخبط ازاي؟ وهم بيسلموا عليا كظابط مصري اسنانهم كانت بتخبط. ليه؟ وحكمات كبار في السن شافوا الضابط المصري، داقوا، شافوا الدرس. وبعدين دلوقتي هم بيحاربونا بايه؟ مش بعساكر، ما يقدروش، لان لسه خلفيتهم موجوده وستظل يا فندم. هي دي، رغم ان عقيدتهم من النيل للفرات، بس هيهات. طول ما احنا مصريين، طول ما احنا بلدنا كده، طول ما البلد ربنا حاميها، انسي ان حد يقدر يعمل فيها حاجه. لان سبحان الله مهما كان التسليح الاسرائيلي اقوى من التسليح المصري على مر في 73 العصور. خط بارليف كان عباره عن قلعه من بورسعيد للسويس، وكانوا واخدين معدات وعملوا النكسه. مهما تطوروا من افكار، مهما تطوروا، ما هو ربنا بيدينا. هم خدوا دبابات مش عارف ايه، العداد بيقرا 240 كيلو، واحنا ربنا الهمنا. والهمنا من ايه؟ من منطق ان احنا بندافع عن كرامتنا وشرفنا وارضنا. هم بيعصروا فينا ويعملوا فينا، وربنا بيساعدنا وبيسندنا وبيدينا افكار وبيدينا، مش سايبنا. انا لما وقفت اتكلم اقسم ما كانتش في مخي الفكره. انا الفكره جت نتيجه المناقشه والكلام. ليه؟ لانها هو فوق عايز يديها في الوقت المناسب في المكان المناسب، وبعدين يخلي ممدوح. ده انا هقول لك حاجه ثانيه. لما جت يعني الفكره، وزاره الدفاع قالت عايزين توقيع قائد الفرقه 19 اللي هو سعد زغلول عبد الكريم على الورق ده، لانه هو اللي عرض على جمال عبد الناصر. عارفه حضرتك راح له الورق، فراح طالبني في التليفون قال لي يا باقي انا النهارده بمضي امضى من اشرف امضاءات العسكريه. انا فهمت. قلت له يا فندم والله لولا سيادتك لا حد شاف ولا سمع. قال لا يا ابني ما تقولش كده، انت اديتنا الطفاشه اللي فتحت بوابه مصر. وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآماله. سيادة اللواء، أركان حرب باقي زكي يوسف من أبطال حرب أكتوبر، كرمت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن اعتمد واستحسن فكرة سيادتك وقتها بهذه الفكرة التي ألهمت بها من المولى عز وجل وقتها، وكرمت أيضا من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع أمام عينيك، عندما قلت بأنني كنت أشعر بأن رقبتي أطول بكثير من هذا الساتر الترابي، بل ومن مبنى الإذاعة والتلفزيون. صحيح، لن أنسى هذا الوصف. وكرمت من الرئيس السابق حسني مبارك عندما تسلمت نوط الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى، فكيف كان شعورك وقتها؟ شوف حضرتك، أنا كرمت من ربنا سبحان الله. هو التكريم الأول والأكبر يا فندم. هو اداني الفكرة، وأنا تعينت رئيس فرع مركبات الجيش الثالث في حرب أكتوبر نفسها، وحضرت فتح الثغرات وشفت الثغرات بتتفتح، وكنت في ثغرة من الثغرات يوم 7 الساعة 7 في نطاق الفرقة 7 موجود، شفتها بعيني. فيعني كانت رقبتي فوق. أنا اتكرمت في حرب أكتوبر على أعمال قتال استثنائية، فالحمد لله. وبعدين في نهاية خدمتي خدت وسام الجمهورية من الطبقة الثانية. أنا في 73 خدت نوط الجمهورية من الطبقة على أعمال قتال استثنائية. صحيح. أما الفكرة دي فربنا مكرمني بيها، إن أنا حضرتها وشفتها بعيني، وما زلت تحتفي بها معنا. وزلت حتى لغاية لما أموت. وكل ما يجي 6 أكتوبر كل حتة في جسمي بتتنفض لغاية لما يخلص. الحقيقة كل فخر وشرف وشعور بالانتصار مضاعف لنصر أكتوبر
عندما أجلس في هذه السهرة الخاصة عن حرب أكتوبر المجيدة أمام عقلية لم ولن تنسى في التاريخ المصري وفي تاريخ العدو الإسرائيلي وفي تاريخ العالم ككل. ولو لم يكن انتصار أكتوبر معجزة من المعجزات الإلهية لما أصبحت تدرس إلى اليوم في كل الجامعات على مستوى العالم بأكمله. كل التحية بالتقدير والاحترام للرجل الذي امتلك عقلا يعادل في قوته قنبلة نووية، كان وما زال بطل وراء فكرة حققت المستحيل. سيادة اللواء أركان حرب بائي زكي يوسف من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. شكرا لحضرتك وللإذاعة المصرية والمصر كلها، وبنفخر بيكم في كل وقت وكل زمان، وربنا يوفقكم دايما لما هو خير هذه البلد. الحقيقة يا فندم الفخر لنا، نحن من نفخر بكم إلى اليوم وحتى هذه اللحظة، وسنظل كل عام وحضرتك بألف خير وصحة وسعادة. شكرا، كتر خيرك يا بابا، التوفيق دايما، وربنا يوفقك إن شاء الله في رسالتك اللي أنا أشعر إنها بنفس القيمة والأهمية، صدقيني. شكرا جزيلا سيادة اللواء. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري. مع تحيات عزة إسماعيل.